اهلا وسهلا بالحبايب، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ احوالكم طيبه؟ كل شيء في امان الله. توحشتكم واسمحوا لي على الغيبه نظرا لظروف صحيه، واليوم جيتكم بقصه نتمنى انكم تستمتعوا بالسرد ديالها. الا كنتم من عشاق هذا المحتوى ما تنساوش انكم تشاركوا معنا بالضغط على زر الجرس، اكيد صابوني قبل ذلك، وتبارطاجيو الا كان ممكن، وتلايكيو وتجلسوا معنا حتى الاخر ديال الحلقه وباش تعرفوا القضيه كيفاش طالعه. الا كنتم مستعدين يلا نبداو. ولاية أدرار سنة 2010 تم العثور على واحد الشابة في عقدها الثالث اللي مدوز عليها من الودن حتى الودن، ما خلاش لها فرصة في الحياة. ما بغيتش نقول شي كلمه واحده اخرى، المهم غادي تعرفوا ولا غادي تفهموا من خلال الكتابه ديالي هنايا ان السيده فارقت الحياه. تم ابلاغ عناصر الشرطه اللي غيجيو في الحين، وهنا غادي تكون عندهم صدمه كبيره بحيث انهم غيتعرفوا على ديك السيده اللي قدامهم ممدده وفي ديك الحاله غارقه دمايات. غادي يعرفوا على ان ديك السيده كانت شرطيه معهم. هاد السيدة هادي سميتها شارفة الحاج إبراهيم، عمرها 31 سنة، تعاملات مع مجرمين كبار يعني في جميع المجالات، يعني بلا ما نبقاو نديطايو. شكوا في أحد المجرمين اللي ممكن يكون دوز الحبس، يعني تكون تهماته وهذا ودوز الحبس، ومن بعد من يخرج بغى ينتقم منها بهذه الطريقة، فغيبداو البحث ديالهم. القيادات الأمنية في البلاد دخلت في حالة استنفار، والمجرم غيصينو عقاب كبير، خصوصا واننا كنهضروا على المساس بامن الدوله. يعني المحققين هنا غادي يبداو يرفعوا في البصمات باش يلقاو هذا السيد اللي دار هذه الحاله هذه، يعني بسرعه وبلا ما يبقاو يضيعوا الوقت. اثناء رفع البصمات لقاو فيها بزاف ديال البصمات، وبقاو كيتسائلوا كيفاش وعلاش، لأنه وقت اكتشاف الجثة كل من كان على مسرح الجريمة حرك الجثة باش يعرفوا واش عندها نبض أو السيدة فارقت الحياة. غادي يبداو البحث مع العائلة، وعرفوا أن الأب كان شرطي وحاليا متقاعد، وكان في واحد الولاية واحدة أخرى وقت وقوع الجريمة. الزملاء كاملين أجمعوا وقالوا كلمة واحدة على أن هاد السيدة كانت يعني متفانية في العمل ديالها، أنها إنسانة معقولة وما عندها مشكل مع حتى واحد. أمر بالدفن ديالها في ديك الساعة. المهم دفنات السيدة، وهنا البوليس غادي يكملوا التحقيق ديالهم. غير رجع الأب من السفر وكان مسكين، يعني لكم أن تتخيلوا السيد غايب وغيسمع بنته ماتت مقتولة، وكيفاش يعني بطريقة وحشية وبشعة. فيعني سيد كان فعلا منهار. من بعد من غادي يحقوا معاه غادي يستدعيوا الأخت ديالها القاطنة كذلك بولاية أخرى باش يعرفوا منها معلومات، وهنا غادي تقول لهم أنها كانت عارفها على علاقة برئيس مصلحة الشرطة القضائية، ولكن هنا ما قدرتش تحدد لهم نوعية العلاقة اللي كان بين هاد الجوج هادو. الرئيس ديال الضحية ديالنا شخص يبلغ من العمر 56 سنة، وكيف سمعتوا عنده مكانة مرموقة، يعني عنده بون بوست، خدام مزيان بخير وعلى خير. تم استدعاؤه من طرف الضباط، يعني من طرف الناس اللي كيخدموا معاه في ديك المصلحة واللي أقل منه رتبة. ترى الجنون ديالو وغادي يبداو معاه البحث. المهم غادي يقولوا ليه كيفاش انت هو الرئيس، انت اللي كتورينا شنو نديرو في الخدمه ديالنا، لقينا في الجثه البصمه ديالك وانت عارف على انه مسرح الجريمه ما كيتقاس وحتى الضحيه ما خاصها تقاس، يعني كيفاش طرا ليك؟ يقول لهم انا راجي بانيكي، يعني غير تخلعت منين شفت هذيك القضيه هذه، ما حسيتش براسي حتى لقيت راسي كنقيسها. اوكي. المهم من بعد ما زيروه بالاسئله تم وضعه رهن الحراسة النظرية لأنه مشتبه به، وغادي يكملوا البحث. وهنا غادي تجي عندهم الصديقة ديال شريفة اللي قالت لهم ليلة المقتل ديال شريفة. كانوا جالسين هي والمرحومة في السيبر، وكانت واحد الطوموبيل كتمشي وكتجي عليهم، يعني كتجي حتى لراس الزنقة وكتولي عليهم. وشريفة عرفت بأن هذيك الطوموبيل تقدر تكون ديال الرئيس، يعني راودها شك. ومن بعد غادي تسمعوا شنو وقع. رجعوا عند المتهم باش يسولوه، وهنا نفى لهم هذه القضيه. قال لهم انا ما كنتش، ما بالعكس كنت جالس مع واحد الصديق ديالي، كنا دايرين جلسه، المهم راكم عارفين فيها الممنوعات الى اخره، وصافي هادشي اللي وقع. باش تقول لكم السيده راه شافتني تما، ربما نكون تشابهت لها انا، يعني تقدروا تسولوا الصديق ديالي، راه ما بينيش وبين ديك البلاصه وما كنعرفش كاع شكون اللي كان تما. غادي يسولوه يقول له واش كانت عندك شي علاقه بالضحيه؟ يقول لهم لا، كانت مجرد زميله في العمل، ويعني وكانت فهموا انا وياها يعني وجهه النظر ديالي
بحال وجهة النظر ديالها لا غير، مجرد صديق. هنا البوليس غادي يحلوا الهاتف ديال شريفة والاتصالات اللي كانت كتلقاها المرحومة. لقاو عندها واحد الرقم كيتصل بها بزاف مسجل باسم مجهول. غادي يبداو يبحثوا، غادي يلقاو ان داك الرقم ديال واحد الشخص اللي مسجون. كيفاش كيتصل بشريفة وهو عند دخوله السجن يسلم جميع حاجياته، يعني كاع الحاجه اللي عنده، مكانه، سنسله، صمطه، اي حاجه كيحطها في الاداره حتى كيكون خارج، وعند داك الساعه كيولي يرجع جميع الحاجيات ديالو. الصدمه اللي غتلقاوها هو انه هاد المحجوزات كانت عند رئيس الشرطه اللي كان على علاقه بالمرحومه. المهم هنا الضابط غادي يوجه ليه التهمه يعني مباشره، وغيقول ليه على انه هو المتصل، وهنا غادي يقرر انه يقول الحقيقه. واين حقيقه في نظركم غادي يعاود البوليس؟ قال لهم انا ما قتلتش شريفه. المحققين قالوا له غير انت غادي معنا في لي سوربريز، وحنا غادي نعطيوك عاوتاني دي سوربريز واحد اخرين. غادي يجبدوا ليه ارقام اللي كان كيتصل بها من نفس لاكارت، ولقاو عمليات كبيره تقام بين مجرمين وشرطه بما فيهم الشرطيات. القضيه كان فيها تبزنيس كبير. هنا جابوا تصريح باش غادي يفتحوا الدار ديالو، غادي يلقاو كراتن من الخمور المستورده كلها مهربه، وكان باغي يبيعها عوض انه يعني يحرقها ويتم الاتلاف ديالها. بحثوا باش يعرفوا شكون الشرطي اللي كتب التقرير ديال هاد الخمور اللي كان يجب عليها الاتلاف وما تمتش العمليه. التقرير كانت كتبته شريفه، وكتبت فيه على انه هذيك البضاعه وضعت في واحد المكان حتى يتم اتلافها، ولكن هذا التقرير ما تسناش. المهم القضيه كان فيها ريوس كبار. تم اخراج الجثه ديال شريفه من القبر ديالها، والطبيب الشرعي لقى تحت الاظافر ديالها عينات من الادين ديال رئيس الشرطه اللي لقاوه مقموش كذلك في الصدر ديالو. تمت مواجهته بجميع الدلائل، واعترف انه كان على علاقه غراميه بالضحيه. اعترف انه اخذ كميات الكحول إلى بيته، وطلب من الضحية أنها تكتب ذاك التقرير مفاده أنه تخلص من المحجوز. وبطبيعة الحال بما أن الضحية كتخدم بضمير مهني وكتخدم بنزاهة، رفضات هذا الشيء اللي طلبوا الرئيس، وهنا بدات المشاكل. ونقل تقرير واحد الشرطيه واحده اخرى وكانت متعاونه معاه، يعني داكشي اللي رفضته الضحيه دارته شرطيه واحده اخرى. سمعت الضحيه ما يروج وقررت على انها ترفع التقرير للمسؤولين كبار، يعني اكثر سلطه واكثر رتبه على الرئيس ديالها. وهنا جاته الفكره فين انه غادي يمشي يراقبها ولقاها داك السيبر، وخلاها حتى مشات صاحبتها ودق عليها في الدار، تاكد انه ما معها حتى شي واحد. غادي يقول لها اجي معايا نمشيو نضربوا دارها، شحال هادي ما شفتك الى اخره. وغيستغل ديك الوقيته اللي غتركب معاه وبدات المناوشات، وكانت عنده نيه القتل، هادشي اللي كان صرح به، وقتلها ورماها في الطريق. في عام 2012 حكم على الجاني بالاعدام، ولكنه في الجزائر الاعدام لا يطبق، فمشى السيد مؤبد. و يعني الفتره السجنيه ديالو لقى واحد السجين اللي كان باغي ينتقم من هذا الرئيس لانه حط عليه شي باطل كبير. المهم هذاك السجين خرج براءه، وهذاك السيد الظالم كيف قلت لكم كيف غادي تعرفوا يعني غادي يدوز حياته في السجن، مشى بالمؤبد. وبهذا كنكون وصلت للنهايه ديال هاد لا فيديو اللي نتمنى نكون توفقت في السرد ديالها. الا كانت شي ملاحظه ما تنساوش انكم تكتبوها لي في لي كومونتير. الا كانت عندكم قصه بغيتوني نسردها لكم بالطريقه ديالي ما تنساوش كذلك انكم تشاطروني هذه الفكره هذه، وربما تعطيوني افكار ربما نزيدو نطرحوها هنايا في القناه. وكنشكركم جزيل الشكر اللي بقيتوا معايا حتى لهاد الوقيته، ونتلاقاو ان شاء الله ساعه مبروكه وتبارك الله عليكم.